هنا السطر 27 هنقفل اخر جزئية فيه. هنيجي هنا نعمل عمود ونيجي نعمل اسفة، هنعمل سلسلة وهنلف الخيط على الابرة 2 ونعمل عمود بلفتين في راس التجميعة. وكده هنبتدي السطر 28. اول حاجة هنرتفع 3 سلاسل وهنيجي هنا في العمود بلفتين وهنشتغل 4 عواميد بلفة واحدة علشان نكون 5 عواميد مع بعض في نفس المكان. بعديها هنشتغل 3 سلاسل 1 2 3 ونيجي هنا في السلاسل اللي عندنا وهنعمل غرزة حشو. بعديها نعمل 3 سلاسل ونرتفع تاني في ال5 سلاسل بين التجميعة والعمود وهنشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. هنشتغل هنا ال5 عواميد، ادي اول عمود معانا وادي التاني 3 4 وادي 5. كده بقى معانا 5 عواميد في نفس المكان. بعد كده هنبدأ نعمل 5 سلاسل 1 2 3 4 5 واجي هنا عند اول عمود هيقابلني بعد ال5 سلاسل. هنا مش بنشتغل فيه، هنروح للعمود ده على طول ونعمل عمود بلفة. بعديها هنشتغل سلسلتين وهنيجي عند العمود ونعمل عمود بلفة، نشتغل سلسلتين كمان وهنيجي نلف الخيط، هنتعدى ونتخطى العمودين دول ونشتغل في العمود اخر عمود منهم هنشتغل عمود بلفة. يبقى هنا عملنا مربعين 2 وحدتين. بعديها هنبدأ نشتغل في السلسلتين دول هنشتغل عمودين وبعديها هنشتغل فوق العمود عمود، وهنا هنشتغل بدل السلسلتين هنشتغل عمودين وهنيجي عمود فوق العمود. بعديها بدل السلسلتين هنشتغل عمودين بعدين نعمل عمود فوق العمود. يبقى هنا عملنا مجموعة عواميد ورا بعض، هنيجي نعدهم مع بعض 2 4 6 8 10. معانا 10 عواميد ورا بعض. بعد كده هنشتغل سلسلتين وهنشتغل هنا نتخطى دي ونشتغل عمود فوق العمود. بعديها سلسلتين ونشتغل عمود فوق العمود. يبقى كده احنا اشتغلنا وحدتين كمان من هنا ووحدتين من هنا وفي النص كله عواميد. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5 وهاجي هنا في الفراغ اللي بين العمود والتجميعة ونشتغل 5 عواميد بلفة واحدة 2 3 4 وادي اخر حاجة 5. بعديها هيقابلنا هنا هنبدأ نكرر كل اللي اشتغلناه تاني، نكرره بسرعة مع بعض. هنبدأ نعمل 3 سلاسل ونيجي هنا ننزل في مجموعة السلاسل ال6 سلاسل وهنشتغل غرزة حشو 3 سلاسل ونرتفع تاني في الجزء بين التجميعة والعمود هنشتغل 5 عواميد بلفة واحدة 1 2 3 4 وادي 5. بعديها هنشتغل 5 سلاسل ونروح نتخطى ده كله ونروح عند اول عمود وهنشتغل عمود بلفة عمود فوق العمود. بعديها سلسلتين ونشتغل عمود في اول 4 عواميد معانا هنشتغل في اول عمود عمود. بعديها سلسلتين نتخطى العمودين ونشتغل عمود فوق العمود في اخر عمود معانا بقى معانا 2. بعديها هنبدأ نشتغل ال10 عواميد في كل فراغ من ال3 مجموعات اللي جايين هنشتغل بدل السلسلتين عمودين عمودين بدل السلسلتين وادي العمود فوق العمود عمودين بدل السلسلتين وبعدين عمود فوق العمود. اخر واحدة معانا عمودين بدل السلسلتين وبعدين عمود فوق العمود.
يبقى النتيجة كلها معانا 2 4 6 8 10. بعديها هنعمل سلسلتين وهنروح نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين وهنعمل عمود فوق العمود. بعديها هنعمل 5 سلاسل ونيجي هنا في المكان بين العمود والتجميعة ونشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. دي 1 2 3 4 5. ومن هنا هنبدأ نكرر كل الشغل تاني السطر لحد الاخر، تكرار لحد اخر السطر. خلصنا كده السطر 28 وقفلنا بمنزلقة في اخر السطر. دلوقتي هنبدأ السطر 29. هنبدأ بتجميعة عواميد، هنرتفع الاول 3 سلاسل وبعدين نجمع كل العواميد في غرزة واحدة. ادي تالت عمود وادي الرابع وادي خامس عمود، ويبقى كده جمعنا ال5 عواميد في غرزة واحدة. بعديها نشتغل 7 سلاسل 3 4 5 هنعدهم 1 2 3 4 5 6 ومعانا 7. وهنيجي هنا عند ال5 عواميد وهنشتغل فيهم تجميعة عواميد كلهم في غرزة واحدة. ادي تاني عمود، ادي تالت عمود، وادي الرابع، وادي معانا الخامس، وهنقفل كله في غرزة واحدة. بعديها هنبدأ نشتغل 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وهنيجي هنا عند اخر عمود في ال5 عواميد وهنعمل عمود. بعديها هنشتغل 5 سلاسل وبعدين هنيجي هنا عند اول عمود هيقابلنا وهنبدأ نشتغل عمود فوق العمود. بعديها سلسلتين وهنعمل عمود فوق العمود. من اول هنا هنبدأ نملأ الفراغات اللي قبل العواميد وبعد العواميد، وفوق العواميد هنعمل عواميد. هنمشيها خطوة خطوة. اول حاجة هنشتغل في السلسلتين عمودين، ادي بقوا معانا 3. احنا هنا عاوزين نشتغل 16 عمود 1 2 3 ادي عمود فوق العمود 4 ونكمل دي كلها عواميد ونعدهم 5 6 7 8 9 10 11 12 13. شايفين كلها عواميد فوق العواميد. هنملى دول كمان معانا يبقى 14 بدل السلسلتين عمودين، وادي ال15 وهنا هيكون اخر حاجة معانا ال16 عمود فوق العمود. لو عديناهم هنلاقيهم 16 عمود. بعديها هنشتغل 2 سلسلة وهنيجي هنا عمود فوق العمود. بعديها 5 سلسلة 2 5 وهنيجي هنا عند ال5 عواميد ونعمل عمود في اول عمود. بعدين 5 سلاسل وبعدين هنبدأ نعمل تجميعة العواميد، ندخل في اول عمود تاني ونكون بقية العواميد عادي. ادي التاني وادي التالت وادي الرابع وادي الخامس، ونكونهم كلهم مع بعض في تجميعة عواميد. وبكده ده السطر وهنبدأ نكرره مرة كمان. يبقى الدور دلوقتي ان احنا هنعمل ايه هنا؟ هنعمل ال7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 وهنيجي هنا في العواميد دي ونعمل تجميعة عواميد 2 3 4 وادي 5. بعديها هنشتغل 5 سلاسل وهنشتغل هنا عمود في اخر عمود معانا،
وهنبدأ نكرر دي كلها تاني اللي احنا عملناها هنا. اول واحدة فيهم هنعمل ان احنا نعمل 5 سلاسل، 2 3 4 5، ونيجي عند اول عمود هيقابلنا وهنعمل عمود، بعديها سلسلتين وهنيجي نشتغل عمود فوق العمود. هنبدأ نملى الفراغ ده بسلسلتين بعمودين، وبعدين نمشي فوق كل عمود عمود. هيكون الناتج معانا في عدد العواميد كلها 16 عمود، هيكونوا معانا 16 عمود كل العواميد اللي احنا هنعملها للآخر. هنملى مربع كمان في الآخر، ولو عديناهم هنلاقيهم 16 عمود. ادي هنا معانا اهو فاضل 2، وبعدين خلاص هنيجي هنا المكان ده الفراغ ده هنشتغل فيه عمودين بدل السلسلتين، هنشتغل عمودين وبعدين عمود فوق العمود. لو عدينا ده كله هنلاقيه 16 عمود. بعديها هنعمل سلسلتين عمود في اخر عمود موجود، بعديها 5 سلاسل، ونيجي هنا عند ال5 عواميد في اول عمود وهنعمل عمود، بعديها 5 سلاسل، وهنبدأ نعمل التجميعة بتاعتنا من اول عمود للاخر، ومن هنا تكرار لاخر السطر. كده خلصنا السطر ال29. هنعمل اخر جزئية فيه التقفيل، بنعمل عمود طالما هنا في تجميع عواميد، هنعمل قصدي سلسلة بعديها عمود بلفتين علشان يكون الشغل في منتصف المسافة هنا. بعديها هنعمل 3 سلاسل ارتفاع، دي بداية السطر ال30. هنعمل 3 سلاسل، بعديها هنعمل 4 عواميد عشان يكون معانا 5 عواميد بلفة واحدة. ادي 2 3 4 مع الارتفاع اللي عندنا، يبقى كده معانا 5 عواميد بلفة واحدة. بعديها هنا عندنا 7 سلاسل، هنشتغل 4 سلاسل وننزل في ال7 ونعمل غرزة حشو. بعديها هنشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، ونيجي هنا عند ال5 سلاسل بين التجميعة والعمود وهنشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 1 2 3 4 وادي 5. بعديها هنبدأ نشتغل الجزئية هنا. هنبدأ أول حاجة هنشتغل 5 سلاسل، 3 4 5، ونيجي هنا في أول عمود هيقابلنا وهنعمل عمود. بعديها هنبدأ نعمل سلسلتين، وبعديها نعمل عمود فوق العمود. هنا عملنا عمود فوق العمود. دلوقتي هنشتغل 7 عواميد ورا بعض. عملنا اول واحد هنشتغل عمود فوق العمود، دي 2 3، كل عمود فوقيه عمود لحد ما نوصل ل7 عواميد. 4 5 6 وادي 7. بعديها هنشتغل سلسلتين وهنسيب هنا 2 عمود نتخطاهم، ونيجي عند العمود الثالث ونعمل عمود فوق العمود. بعديها هنشتغل سلسلتين كمان وهنسيب 2 عمود، وفي العمود الثالث نعمل عمود، يبقى كده معانا وحدتين مفرغين. بعديها هنشتغل 3 عواميد. احنا هنا اشتغلنا 1، هنشتغل ال3 اللي باقيين يكون معانا 4 عواميد. 2 3 وادي 4. بعديها هنشتغل سلسلتين ونيجي هنا عند العمود هنشتغل عمود. نشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5،
ونيجي هنا في الفراغ وهنشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 2 3 4 وادي 5. من اول هنا هنبدأ نكرر كل الشغل تاني اللي اشتغلناه. اول حاجة اللي هما ال7 سلاسل هيبقى هنشتغل 4 سلاسل وننزل نشتغل فيهم غرزة حشو. 4 سلاسل. احنا بنشتغل بسرعة خلاص لان احنا بنكرر السطر تاني، بنكرر الشغل بتاعنا تاني. 4 سلاسل ونيجي هنا نشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 2 3 4 وادي 5. هنيجي نشتغل الجزئية التانية بتاعت العواميد كلها المربعات. هنبدأ نعمل اول حاجة هنشتغل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 ونيجي نلف الخيط على الابرة ونبدأ نعمل في اول عمود. قلنا مش بنشتغل في ده، بنروح عند العواميد بعد ال5 سلاسل نعمل عمود فوق هنشتغل عمود فوق العمود. بعديها هنعمل سلسلتين ونشتغل هنا عمود فوق العمود. بعديها هنشتغل 7 عواميد. احنا اشتغلنا 1 يبقى نعد 2 3 4 5 6 وادي 7. بعديها هنشتغل عمود سلسلتين ونتخطى عمودين ونشتغل في التالت. سلسلتين ونتخطى عمودين ونشتغل في التالت. بعديها هنشتغل 3 عواميد في ال3 عواميد اللي باقيين. 2 3 ودي 4 عشان يكون المجموع عندي 4 عواميد. بعديها هنشتغل سلسلتين نيجي هنا عند العمود هنعمل عمود فوق العمود. بعديها 5 سلاسل وهنا 5 عواميد بلفة واحدة في الفراغ اللي موجود هنا معانا. ومن اول هنا هنبدأ تكرار للسطر كله. كده خلصنا السطر 30. شايفين بدأ هنا يظهر معانا شكل الوردة في الجزء الفيليه. هنبدأ نشتغل السطر 31. خلاص احنا عرفنا ان طالما عملنا هنا عواميد يبقى الدور الجديد عبارة عن تجميعة. هنشتغل 3 سلاسل وهنبدأ نجمع العواميد كلها في غرزة واحدة. ادي تاني عمود وادي التالت والرابع وادي الخامس وهنجمع كله في غرزة واحدة. دلوقتي هنيجي نعمل هنا هنعمل 13 سلسلة في بين التجميعة هنا والتجميعة اللي هنعملها هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 ونلف الخيط معانا ونيجي هنا عند ال5 عواميد ونبدأ نعمل تجميعة العواميد فيهم. ادي اول عمود وادي التاني وادي التالت 4 5. بقت كل الغرز معانا على الابرة هنسحب كله في غرزة واحدة. هنبدأ نشتغل الجزئية الجديدة. نشتغل 5 سلاسل وهنيجي هنا عند اخر عمود من العواميد عند مكان اخر عمود من التجميع واخر عمود من ال5 وهنشتغل عمود. بعديها هنبدأ نشتغل في الجزئية هنا. اول حاجة زي كل دور 5 سلاسل وهنيجي هنا عند اول عمود وهنشتغل عمود بلفة واحدة. بعديها سلسلتين بعدين هنعمل عمود بلفة واحدة. طيب احنا هنا معانا 7 عواميد اشتغلنا منهم عمود. هنشتغل ال6 الباقيين فوق كل عمود عمود. هو السطر ده هيكون تكرار في الجزء الفيليه فقط، يعني 7 عواميد هنشتغل فوقيهم 7 عواميد كمان
ادي 6 وادي 7. بعديها هنشتغل المربعين الوحدتين اللي معانا سلسلتين، ونيجي هنا عند العمود وهنشتغل عمود، بعديها سلسلتين، بعدين فوق العمود عمود. 3 عواميد اللي جايين معانا هنشتغل فيهم عمود فوق كل عمود. شايفين هو تكرار للسطر اللي قبل كده. بعديها هنعمل سلسلتين ونيجي نعمل هنا عمود فوق العمود. يبقى كده خلصنا جزء الفيليه معانا، الجزئية دي خلصت. هنبدأ نشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعديها هنيجي هنا عند أول عمود من ال5 عواميد وهنعمل عمود. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، وهنيجي هنا من أول عمود لآخر عمود في ال5 عواميد هنعمل تجميعة عواميد. ادي أول عمود، وادي التاني والتالت 4 وادي 5. يبقى كده اشتغلنا 5 عواميد في نفس المكان، تجميعة واحدة. بعديها هنبدأ نكرر كل الشغل تاني. هيبقى بين التجميعة دي والتجميعة دي هنكررهم 13 عمود، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وهنيجي ننتقل على طول عند التجميعة وهنعمل تجميعة العواميد. ادي اخر عمود، نجمعهم كلهم في غرزة واحدة. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 3 4 5، ونيجي هنا عند اخر عمود وهنعمل عمود. 5 سلاسل، وهنيجي نشتغل في اول عمود عمود. ومن هنا الجزئية دي كلها نفس اللي اشتغلناه في السطر اللي فات هنكرره تاني. بعديها 5 سلاسل، بعدين هنكرر نفس الجزئية دي تاني وبتكرار لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر ال31. هنبدأ في السطر 32، بس الاول نعمل نهاية السطر ده. بنعمل سلسلة ونلف الخيط على الابرة مرتين ونعمل عمود بلفتين عشان نبدأ السطر الجديد. السطر ال32 هنعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهنعمل 4 عواميد مع 3 سلاسل الارتفاع، يكون كده معانا 5 عواميد بلفة واحدة بداية السطر. كده بقوا 3 4 وادي 5. بعديها هيقابلنا دلوقتي الشغل 13 سلسلة. اول حاجة هنعملهم هنعمل 5 سلاسل، ونيجي هنا عند ال 13 سلسلة وهنعمل عمود بلفة واحدة. بعديها سلسلتين، وبعدين نعمل عمود بلفة واحدة كمان. بعديها سلسلتين كمان، 1 2، ونيجي ننزل نعمل عمود كمان. يبقى عملنا 3 عواميد، بين كل عمود والتاني سلسلتين بس. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. معانا 5 سلاسل، هنلف الخيط على الإبرة ونيجي هنا عند المسافة ال5 سلاسل اللي بين التجميعة والعمود ونشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 2 3 4 5. ده الجزء ده خلص معانا. بعديها هنبدأ نشتغل 5 سلاسل. هنبدأ نشتغل في الجزء التاني، نشتغل 5 سلاسل، 3 4 5. كده عملنا ال5 سلاسل. هنبدأ نلف الخيط على الإبرة ونروح هنا عندنا عمود سلسلتين عمود. هنا أول حاجة هنعملها
ان احنا هنبدأ ندخل في اول عمود ونعمل نص عمود، عمود غير مكتمل، ونلف الخيط على الابرة تاني، ونروح على نتخطى السلسلتين ونروح عند اول عمود هيقابلنا، وهنعمل عمود غير مكتمل ونجمعهم في غرزة واحدة. احنا هنا هنبدأ نعمل التناقص علشان هنبدأ نقلل عدد الغرز اللي معانا هنا في الجزئية دي. بعديها هنعمل سلسلتين ونتخطى عمودين ونعمل عمود بلفة. بعديها من اول العمود بلفة هنبدأ نعد 10 عواميد، 1 2 3. انا بشتغل فوق كل عمود عمود، ادي 4. هنا السلسلتين هبدأ اشتغل فيهم 5 6 عمودين في السلسلتين، وبعدين فوق العمود عمود، ادي 7. بعدين هنا في السلسلتين هنشتغل 8 وهنشتغل 9، 2 عمود بدل الاتنين سلسلة. بعد كده هنشتغل عمود فوق العمود، ادي كده معانا 10. اشتغلنا 10 عواميد. بعديها هنشتغل سلسلتين 1 2، واروح اتخطى الاتنين عمود دول وهشتغل عمود فوق العمود. بس هنا في حاجة، انا مش هشتغل عمود كامل، اللي انا عملته هنا هكرره هنا، يعني ده عملته زي نص عمود او ما كملتوش، وهلف الخيط تاني واروح عند اخر عمود واشتغل عمود غير مكتمل واجمع كله في غرزة واحدة علشان تكون البداية زي النهاية. هنكمل بعديها 1 2 3 4 5، وهروح هنا عند اتخطى ده كله واشتغل بين العمود والتجميعة، هشتغل 5 عواميد بلفة واحدة، 2 3 4 5. وهبدأ اكرر كل اللي انا اشتغلته في السطر كله تاني وتكرار لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر 32، قفلنا بمنزلقة وهنبدأ السطر 33. اول حاجة خلاص احنا هنا عندنا 5 عواميد، يبقى السطر الجديد اللي هنعمله هنعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهنبدأ نشتغل في كل عمود علشان نعمل تجميعة عواميد. ادي تالت عمود، وادي الرابع، وادي الخامس اخر واحد معانا. نعمل كله نجمعه في غرزة واحدة. بعديها هنبدأ نشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونيجي هنا عند الفراغ، اول فراغ هيقابلنا وهنشتغل نلف الخيط على الابرة ونشتغل هنا، هنعمل عمود بلفة. بعديها هنشتغل سلسلتين ونيجي هنا نشتغل فوق اول عمود عمود، بعديها سلسلتين وهنشتغل فوق العمود عمود. هنبدأ هنا نبني الجزئية دي للكروشيه فيليه الجديد، وهنا ده هيتقفل معانا. بعديها هنشتغل سلسلتين وهنشتغل فوق العمود عمود، بعديها هنشتغل سلسلتين وهنيجي هنا في الفراغ، اول فراغ هيقابلنا هنشتغل في ال5 سلاسل دول وهنشتغل عمود بلفة. بقى هنا عندنا كام مربع؟ 1 2 3 4. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونيجي نقفل ال5 عواميد دول ونجمعهم في غرزة واحدة. ادي اول عمود، وادي التاني، وادي التالت، نكمل الرابع الخامس ونسحب كله في غرزة واحدة. بعديها هنخلصنا الجزئية دي هنبدأ نشتغل هنا، وده هيبقى فيه تناقص، هنقفل الجزء ده هيبان دور بعد دور. اول حاجة بعد التجميعة هنشتغل 5 عواميد 5 سلاسل، وهنيجي هنا في اخر عمود موجود معانا وهنعمل عمود، وهعمل عمود فوق العمود. بعديها هنبدأ نشتغل في الجزئية دي. اول حاجة هنعمل 5 سلاسل، ده 4 5،
ونيجي هنا عند تجميعة العواميد وهناخد في السلسلة هنعمل عمود، في راس التجميع هنعمل عمود، بعديها هنعمل سلسلتين ونيجي فوق العمود عمود، سلسلتين ونتخطى عمودين طالما عملنا سلسلتين وهنعمل عمود، سلسلتين كمان ونتخطى 2 عمود من تحت وننزل نعمل عمود في فوق تالت عمود، سلسلتين ونعمل نتخطى 2 عمود ونشتغل في تالت عمود، سلسلتين وهنشتغل في التجميعة. كده بقى عندي كام مربع؟ بقى 1 2 3 4 5 مربعات معانا. بعد كده هنبدأ نكرر بقى الجزئية دي تاني، هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونيجي هنا عند أول عمود وهنشتغل عمود فوق العمود، بعديها 5 سلاسل زي كل مرة اتعلمنا ان احنا بعديها بندخل هنا في نفس المكان عند أول عمود وهنبدأ نعمل تجميعة العواميد بتاعتنا. دي أول عمود، دي التاني، ادي 3، ادي 4 5، بقى معانا ال5 حلقات والحلقة الشغل الأساسية هنجمع كله في غرزة واحدة. ومن بداية هنا هنبدأ نكرر السطر كله، كل الشغل اللي اشتغلناه في السطر هنبدأ نكرره تاني. خلصنا هنا السطر 33، هنبدأ في السطر 34. الأول بس نخلص الجزء ده، لازم أكد عليكم كل مرة ان احنا هنا بنقفل علشان نيجي في نص الشغل بنقفل بسلسلة ونلف الخيط لفتين عشان نعمل 2 عمود بلفتين ونقفل في راس التجميع. السطر 34 هنبدأ ب3 سلاسل ارتفاع وهنبدأ نعمل 4 عواميد علشان يكون معايا 5 عواميد في أول مكان معانا في السطر. ادي كده 4، ادي 5، بعديها هنبدأ نشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. طيب هنا هيجي معانا ال5 سلاسل اللي احنا عملناهم، هنبدأ ننزل في ال5 سلاسل دول وهنعمل عمود بلفة واحدة، بعديها سلسلتين وهنيجي نشتغل عمود فوق العمود. انا ده كله ببني للجزء الفيليه الجديد معايا، سلسلتين وهشتغل عمود فوق العمود، سلسلتين كمان وهشتغل عمود فوق العمود، سلسلتين واكررها لحد ما اوصل لحد اخر عمود معايا، سلسلتين عمود معايا كمان، اخر جزء سلسلتين وهنيجي في ال5 سلاسل هنا وهنشتغل عمود بلفة. بقى معايا كام مربع؟ شايفين التزايد بدأ يكون معانا، بتزيد المربعات كل سطر عن السطر اللي قبله. بقى معايا دلوقتي 1 2 3 4 5 6 مربعات معايا، بعديها هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واجي هنا بين التجميعة والعمود هشتغل 5 عواميد بلفة واحدة، 2 3 4 وادي 5. شايفين دي اول جزئية معانا، عواميد 5 سلاسل، هنعمل وحدات 1 2 3 4 5 6، 5 مربعات معانا، 5 سلاسل بعديها 5 عواميد. طيب ندخل على الجزئية التانية. هنا هيبدأ معايا الجزء التناقص اللي قاعدين نعمل فيه التناقص. هنا اول حاجة هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا
اللي احنا عملناه هنا هنكرره هنا، يعني بمعنى هنيجي عند اول عمود وهنعمل عمود غير مكتمل، واخلي الحلقة على الابرة والف الخيط على الابرة، واجي هنا عند تاني عمود هتخطى السلسلتين، وعند تاني عمود وهدخل اطلع بحلقتين، وبقى كده معايا عمود غير مكتمل وعمود غير مكتمل والشغل الاساسي. اسحب كله في غرزة واحدة كده. انا عملت التناقص في الجزء ده. هشتغل بقى سلسلتين وهروح عمود فوق العمود، سلسلتين وهعمل عمود فوق العمود، سلسلتين وهعمل عمود فوق العمود. بس ده عمود خلاص، احنا عشان ده القبل الاخير فهعمله عمود غير مكتمل، وهاجي عند الاخير وادخل برضو اتخطى السلسلتين واعمل عمود غير مكتمل واسحب كله في غرزة واحدة. هنا بقى معايا شايفين التناقص، وبعدين 3 مربعات وبعدين التناقص. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، وهاجي هنا بين العمود والتجميعة واشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. 2 3 4 وادي اخر عمود معايا 5. يبقى الجزئية دي عملنا فيها 5 عواميد اللي احنا عملناهم من الجزء الاول، بعديها 5 سلاسل، تجميعة عواميد تناقص اسفة عمودين، بعدين 3 مربعات تناقص 5 سلاسل 5 عواميد. هنعمل ده كله لحد اخر السطر ونرجع تاني. كده خلصنا السطر 34. هنبدأ السطر 35. اول حاجة هنعملها احنا هنا قفلنا بمنزلقة في سلاسل الارتفاع. طيب الدور الجديد معانا هنبدأ نعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهنبدأ نعمل تجميعة العواميد اللي احنا بنعملها كل دور. خلاص ادي تاني عمود، وناخد التالت، وادي الرابع، وادي الخامس. 5 عواميد جمعناهم في غرزة واحدة. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا هنبدأ نعمل التزايد في ال5 سلاسل دول ودول علشان نكبر العواميد بتاعتنا، نعمل فيهم تزايد. يعني هنلف الخيط على الإبرة وننزل هنا في ال5 سلاسل ونعمل عمود بلفة واحدة، بعدين سلسلتين، وهنبدأ نعمل عمود سلسلتين عمود سلسلتين وهكذا لحد آخر السطر. يعني هنا عملنا السلسلتين ننزل بعمود، عشان كده كونا أول مربع تزايد زودنا بيه. طيب بعديها سلسلتين، بعديها هنعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، ونيجي للعمود اللي بعديه ونعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، بعديها نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين وعمود فوق العمود، نكمل سلسلتين وهكذا لحد ما اوصل لاخر عمود معايا. طيب زي ما احنا عملنا هنا مربع زيادة في الاول، هنعمل مربع زيادة في الاخر، يعني نعمل سلسلتين وننزل نعمل عمود هنا في ال5 سلاسل. طيب كده بقى معايا كام مربع؟ معانا 1 2 3 4 5 6 7 8، بقى معايا 8 مربعات. بعديها هنا هنشتغل 5 سلاسل، وهاجي هنا عند ال5 عواميد هعملهم تجميعة في غرزة واحدة. تاني عمود، ادي التالت، الرابع، وادي الخامس، نسحب كله في غرزة واحدة. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، واجي هنا عند اول
اخر عمود معايا في التجميعة، وهشتغل عمود بلفة. بعديها هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهاجي هنا في تجميعة العمودين اللي احنا عملناهم التناقص هنعمل عمود واحد، بعديها سلسلتين ونعمل عمود فوق العمود. هنا مش هنعمل اي حاجة، معانا 3 مربعات هيكونوا نتيجتهم برضو 3 مربعات، مش هنعمل تناقص ولا تزايد. هنا ندخل في الحلقة اللي من فوق كده، بقى معانا كام؟ بقى معانا 3 مربعات. بعديها هنعمل 5 سلاسل، 4 5، ونيجي هنا عند اول عمود وهنعمل عمود بلفة واحدة. بعديها 5 سلاسل، ونيجي هنا نعمل تجميعة العواميد، يعني اول عمود هندخل كده، وادي التاني، التالت، الرابع، الخامس، 5 على الإبرة، والستة دي بتكون الأساس الشغل، هنسحب كله في سلسلة واحدة. وبكده ده شغل السطر اللي معانا، السطر 35. هنا الأول بنعمل تجميعة عواميد، بعديها بنشتغل نزود الوحدات دي المربعات 5 سلاسل، ونبدأ نعمل عمود سلسلتين عمود سلسلتين، وهكذا لحد ما بنكون 8 مربعات معانا. بعديها 5 سلاسل ونعمل تجميعة العواميد اللي بعديها 5 سلاسل عمود، 5 سلاسل 3 وحدات هنعملهم عمود سلسلتين عمود سلسلتين لحد ما يتكون معانا التلاتة، 5 سلاسل عمود، 5 سلاسل تجميع، وهنبدأ نكرر ده كله لحد آخر السطر. خلصنا السطر 35. شايفين هنا بدأت الجزء ده يبان خالص، اللي هو الجزء الفيليه الأول. هنبدأ نقفل بس السطر الأول، ان احنا هنقفل بسلسلة، هنلف الخيط مرتين على الإبرة ونعمل عمود بلفتين عشان ننهي السطر بتاعنا. وبكده هنبدأ نشتغل السطر 36. هنشتغل 3 سلاسل ارتفاع، وهنبدأ هنا نشتغل 4 عواميد بلفة واحدة علشان يكونوا معانا 5 عواميد، 2 3 4. لو عدينا هنا بقى معانا 5 عواميد في أول جزء. بعديها هنشتغل 1 2 3 4 5، هنشتغل 5 سلاسل، ونبدأ هنا نشتغل المربعات دي، وهنزود واحدة في الاتجاه ده وواحدة هنا، يبقى معانا 10. يعني هنيجي هنا نلف الخيط على الإبرة، وفي أول فراغ هيقابلنا وهنشتغل عمود، بعديها سلسلتين ونشتغل في أول عمود. فوق كل عمود هنشتغل عمود وبينهم سلسلتين، هنا سلسلتين وهندخل في العمود، سلسلتين وهندخل في العمود، سلسلتين وعمود فوق العمود. هنكمل كله سلسلتين ونعمل عمود، سلسلتين وهنعمل عمود، سلسلتين ونعمل عمود، كله لحد الآخر بنفس الطريقة. سلسلتين عمود. خلاص كده قدامنا ال5 سلاسل، هنعمل سلسلتين ونعمل فيهم آخر عمود. هنا بقى معانا كام عمود؟ اسفة، كام مربع بعد ال5 سلاسل؟ 5 عواميد، 5 سلاسل، معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، معانا 10 وحدات مربعة. بعديها هنبدأ نشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونيجي هنا في الفراغ ده ونشتغل ال5 عواميد بلفة واحدة، 2 3
4 5. ويكون كده الجزء ده هنبدأ نكرره في كل مرة. الجزء التاني اللي هو الجزء الفيليه، هنعمل اول حاجة بعد ما عملنا ال5 عواميد هنشتغل هنا مع بعض 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ونيجي هنا عند اول عمود هيقابلنا وهنعمل نص عمود او عمود غير مكتمل، ونيجي نتخطى السلسلتين ونلف الخيط على الابرة وندخل في تاني عمود ونشتغل عمود غير مكتمل. دلوقتي بقى عندي 2 عمود غير مكتمل، والشغل الاساسي هسحبهم كلهم في غرزة واحدة. ده كله انا بعمل خلاص التناقص. هنعمل سلسلتين، هيتبقى معانا اخر عمودين هنعملهم بنفس الطريقة دي. اول حاجة هنعمل هنا في اول عمود هيقابلنا عمود غير مكتمل، بعديها على طول نلف الخيط على الابرة ونروح للعمود التاني ونعمل عمود غير مكتمل. هيكون كده معانا 2، والشغل الاساسي نسحب كله في غرزة واحدة. كده بقى معانا تناقص عمود واحد تناقص. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، ده 4 5. ونيجي هنا عند الفراغ اللي هو بين العمود والتجميعة وهنشتغل 5 عواميد بلفة واحدة، 1 2 3 4 5. وكده الجزئية دي خلصت معانا. السطر كله هو مع بعضه هنبدأ نكرر كل السطر 5 عواميد، 5 سلاسل، 10 مربعات، بعديها نعمل 5 سلاسل 5 عواميد، بعدين 5 سلاسل تناقص، سلسلتين تناقص، 5 سلاسل 5 عواميد. هنلف السطر كله نخلصه ونرجع تاني. كده خلصنا السطر 36. شايفين الشكل بدأ يظهر معانا. احنا دلوقتي هنشتغل السطر 37. قفلنا السطر ده بمنزلقة في اخر سلسلة في ثالث سلسلة ارتفاع، وهنبدأ على طول السطر 37. طيب احنا هنا بدأنا في هنا معانا 5 عواميد، يبقى هنبدأ السطر بتجميعة عواميد على طول، 3 سلاسل ارتفاع، وهنبدأ نعمل تجميعة العواميد بتاعتنا. ادي اول عمود اللي بعديه لحد الاخر كله بنعملها عواميد غير مكتملة عشان نجمعها كلها في غرزة واحدة. بقى معايا كل العواميد هنسحب كله في غرزة واحدة مع بعض. بعد كده هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا عند الجزء المربعات هنبدأ نعمل لسه تزايد معانا، يعني هنبدأ هنا في ال5 سلاسل دول وهنعمل اول عمود معانا، بعديها سلسلتين، ونبدأ نكون يكون معانا 7 مربعات. يعني احنا كده ده اول مربع معانا، سلسلتين. بعد ما عملنا تجميعة العواميد 5 سلاسل بدأنا نعمل 7 مربعات. بعد ما عملنا 7 مربعات هنشتغل 4 عواميد، بعديها 3 مربعات معاهم كمان المربع الرابع اللي هو التزايد من الجهة التانية. يبقى هنا عملنا تجميعة العواميد وبعديها عملنا المربعات معانا 7 مربعات، وبعديها ملينا مربع وبعدين 4 مربعات فاضيين او 4 وحدات بس. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ونيجي هنا عند العواميد ونعمل تجميعة عواميد، 1 نجمعهم كلهم في غرزة واحدة، دي الرابع ودي الخامس، نجمع كله في سلسلة واحدة في غرزة واحدة اهي معانا. بعديها هنبدأ 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ونيجي هنا عند اخر عمود وهنعمل عمود، بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ونيجي هنا هنبدأ نشتغل في التناقص اللي موجود عندنا. فأول تناقص هنا هنعمل فوقيه عمود بلفة واحدة، تناقص عمود بلفة واحدة. بعديها هنشتغل سلسلتين
ونيجي في التناقص التاني وهنشتغل عمود بلفة واحدة. بعديها هنشتغل 1 2 3 4 5 5 سلاسل ونلف الخيط على الإبرة، ونيجي هنا نشتغل في أول عمود هنشتغل عمود، بعديها 5 سلاسل، ونيجي نعمل تجميعة العواميد بتاعتنا زي كل مرة. دي أول عمود، وادي التاني، وادي تالت عمود، الرابع، وادي الخامس، ونسحب كله في غرزة واحدة. يبقى هنا عملنا 5 عواميد جمعناهم، بعديها 5 سلاسل عمود، 5 سلاسل عمود، سلسلتين عمود، 5 سلاسل عمود، 5 سلاسل تجميعة العواميد. وهو ده السطر، هنشتغل تكرار لحد آخر السطر. كده خلصنا السطر 37. هنبدأ في السطر 38. نقفل بس السطر ده الأول. هنعمل سلسلة بعديها هنلف الخيط على الإبرة مرتين، ونيجي هنا عند راس العمود وهنعمل عمود راس التجميع اسفة، ونعمل عمود بلفتين. هنرتفع 3 سلاسل بداية السطر 38، 3 سلاسل، وهنبدأ نعمل 4 عواميد بلفة علشان يكون معانا 5 عواميد بلفة في المكان ده. ادي 4 وادي اخر حاجة 5. بعديها هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونبدأ هنا في شغل المربعات. هنعمل تزايد الأول هنا في الجنب، أول عمود في الفراغ، في فراغ ال5 سلاسل، بعديها سلسلتين، بعديها هندخل هنا في أول عمود وهنعمل عمود، بعديها سلسلتين، وهنيجي هنا عند أول عمود هيقابلنا وهنشتغل عمود. يبقى كده احنا معانا وحدتين من المربعات. بعديها هنشتغل عمودين في السلسلتين، بعدين عمود فوق العمود. يبقى كده عملنا وحدتين مربعين اهو، بعدين قفلنا مربع. بعديها هنشتغل 4 مربعات. ادي اول واحد ننزل في العمود، تاني واحد سلسلتين وهنزل في العمود، تالت واحد سلسلتين وهنزل في العمود، رابع واحد سلسلتين وهنزل في العمود. بقى كده معايا 4 مربعات. بعديها عايزة هنا اشتغل 7 عواميد. انا هنا بنعد العمود اللي معمول هنا معانا منهم، يبقى ده اول واحد. في الاتنين هنا هنشتغل 2 3 4 هيكون فوق العمود، 5 فوق العمود اللي بعديه، 6 7 فوق العمود. يبقى اشتغلنا هنا 7 عواميد، عمود اساسي معانا و2 عمود في السلسلتين، وبعديها 4 عواميد فوق ال4 عواميد. بعديها هنا هشتغل 5 مربعات كلهم مفرغين. ادي اول واحد، التاني، التالت سلسلتين وهنزل في العمود، الرابع سلسلتين وهنزل في العمود، الخامس هنعمله في الفراغ هنا تزايد زي التزايد الاول، سلسلتين وهنزل في الفراغ هعمل عمود. بقى كده معايا 1 2 3 4 5. بعد كده هشتغل ال5 سلاسل 3 4 5، واجي هنا في الفراغ بين التجميع والعواميد وهشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. ادي 2 3 4 5. يبقى كده احنا اشتغلنا في الجزء ده 5 عواميد بلفة واحدة، بعدين 5 سلاسل،
بعدين عملنا وحدتين مفرغين، بعدين وحدة مليانة اللي هي 4 عواميد ورا بعض. بعد كده عندنا كام مربع؟ 1 2 3 4، وبعدين 7 عواميد، وبعديها 5 مربعات، بعديها 5 سلاسل 5 عواميد. ده الجزء الأول من السطر. الجزء التاني اللي هنشتغل، أول حاجة احنا هنا عملنا ال5 عواميد، وهنا موجود معانا خلاص، احنا كنا بنتناقص علشان نقفل الجزئية دي. أول حاجة هنعملها فيها هنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا مش هنشتغل في ال5 ولا هنشتغل هنا، هنشتغل في السلسلتين آخر وحدة مربعة موجودة معانا، هندخل فيها ونعمل غرزة حشو. نرتفع تاني 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل، 6 سلاسل غرزة حشو، 6 سلاسل، وبعديها هاجي هنا في الفراغ ده وهشتغل 5 عواميد بلفة واحدة، 3 ادي 4 5. كده خلص السطر معايا الجزء الاول، وادي الجزء التاني. الجزء التاني هيكون عبارة عن ال5 عواميد، 6 سلاسل غرزة حشو، 6 سلاسل 5 عواميد. نكرر السطر كله لحد اخر السطر ونرجع تاني.